إذن هي طبيعة البشر، لن تقبل الحقيقة إلا إذا ما قدمت لها البرهان. لم يصدقوننا عندما قدمنا لهم تحليلاتنا عن مباراة كرة القدم التي جرت بين فريقي برشلونة وريال مدريد، بحجة أن لا حجة ولا برهان على ذلك. نحن الآن نقدم لهم الحقيقة على لسان صاحبها ميسي، الذي اعترف عبر قناتنا بأن ما حصل في تلك المباراة فعلا ما كان إلا مؤامرة ضد سوريا. من وراء هذه المؤامرة وكيف تمت عملية التخطيط؟ إنها قناة الجزيرة. كنت قد اجتمعت مع إدارة القناة وأقنعوني وقدموا لي حذاء جديدا ومالا كثيرا، وأعطوني الخارطة التي يجب أن نتحرك بموجبها بالملعب لتطابق الخارطة التي لدى المسلحين. هم كثر: بيكي، إنيستا، وحارس المرمى فالديز، أبيدال أيضا. بيول رفض بالبداية ولكن أقنعناه بالنهاية وأعطيناه حصة كبيرة من المال، ولكن الحق يقال بأن المدرب غاديولا لم يكن يعرف عن هذا الشيء نهائيا إلا عندما كشفتنا قناة الدنيا. هذا مستحيل. أنا لا أعرف كيف حصل هذا من غير علمي. كل شيء حصل من غير علمي. تغلغلوا بالفريق وأغروهم بالمال. لهذا أنا لم أتخيل كيف أن مدرب مثلي لفريق كبير مثل برشلونة يحصل معه هذا، حتى أنهم اشتروا الجماهير. ففي إحدى المباريات بدأ المشجعون بالهتاف ضد النظام. هذا شيء غريب وصعب. فعلا هذه مؤامرة كبيرة على النظام في سوريا. أنا أعرف هذا، فعلا أعرف هذا. نعم، أنا نادم فعلا وأعتذر بشدة عما حصل. لو كنت أعرف بأن قناة الدنيا بهذا الذكاء لما كنت قد أقبلت على فعل مثل هذا الشيء. وأحذر الجميع أيضا بأن من الصعب التلاعب مع هكذا قناة، لأن لديها حس استخباراتي عالي جدا. لهذا قررت أن أعتزل عن العمل الإرهابي وأن أعود إلى الملاعب قريبا.